عنده صوت جميل، خامة طيبة من هو صغير. لو شو أسوي أو ما راح أقدر إني أوصف كل اللي قدمته لي أنت والوالدة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أنا من سمعت إني أنا مترشح أو من ضمن المترشحين بجائزة بيت دولية، صراحة حسيت يعني بشعور فخر كبير إن أنا راح أسافر الإمارات وأمثل مدينتي الكويت. ما قصرت وأديت اللي علي وجبت المركز الثالث. عطني من البداية شلون حبيت القرآن وشلون تعلقت في القرآن؟ إن كنت أعرف شباب نفس عمري، فكانوا الشباب حفظ الكتاب الله، منهم اللي حافظ أجزاء، منهم اللي حتى خاتم القرآن الكريم، فحبيت إني أصير نفسهم. فتوجهت للوالدة، هي اللي علمتني مخارج الحروف الصحيحة، التجويد، وبعدها التحقت مع الحلقات الأونلاين والحضورية. بعض الشباب اللي في عمرك يكون صعب عليهم إن يحفظون القرآن، فيك وقت ودك تلعب تقول لا خلاص ما بيحفظ. أي. شلون من كان يشجعك يعني؟ شلون كنت تتخطى هذه الشغلة؟ طبعاً أنا من بديت حفظ القرآن الكريم كنت حاط لي هدف، أول إني أختم القرآن الكريم، إنه يكون عندي قراءات، وإن أكبر وأصلي أو أصير إمام في مسجد الكويت الكبير. أكيد وما ننسى فضل بعض مشايخي الحبايب، الشيخ عبد الرحمن السعيد، الشيخ بدر العلي، شيخي الحبيب شيخ خالتي مصطفى الشهاوي. الشيخ زين، الوالد شنو الكلمات اللي قاعد يقول لك إياها؟ إنه بهالمسابقة هذه طلع كل مهاراتك الصوتية اللي أنت تعرفها. صراحة شوف أنا ما أقدر أقول لك كلمة واحدة والله، وطالعة من قلبي، إن لو شو أسوي أو ما راح أقدر إني أوصف كل اللي قدمته لي أنت والوالدة. عنده صوت جميل، خامة طيبة من هو صغير. يعني مثل ما تقول دخلته أونلاين عن بعد، كان كورونا، بعدين بعد كورونا ولله الحمد الأمور تسهلت، التحق بحلقات قرآن وإلى آخره. وحاليا ما شاء الله تبارك الرحمن بحلقة، يعني تبارك الرحمن الله يجزاهم خير، لهم فضل من بعد الله سبحانه وتعالى. طبعا أنصح الشباب اللي بعمري أن من الحين يبدون في حفظ القرآن الكريم وما يتأخرون أبدا، لأن صدقني لما تتقدم بالعمر وتشوف نفسك أنك كبرت راح تعرف أن يعني وقتك ضاع على الفاضي. وقضى ربك ألا تعبدوا